ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، ودلوقتي مع الفقرة الطبية. طبعا كتير مننا ما بيهتمش بشرب المية، بالرغم من ان المية دي بتساعد على انقاص الوزن بشكل كبير جدا، وده يمكن كتير مننا ما يعرفوهوش، وهو ما يطلق عليه الرجيم المائي لإنقاذ الوزن. طيب ازاي ده ممكن يحصل؟ وهل النظام ده متاح لكل الأشخاص ولا لا؟ ده كله هنعرفه اكتر مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو، دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشورالز. اهلا يا دندون. حبيبه قلبي. الميه دي حاجه مهمه يا دندون. طبعا صح كده؟ طبعا. والله احنا كنا لسه قبل ما ندخل الحقيقه وكنا بنتناقش انا ودكتور دينا في الموضوع ده بجد. اتكلمنا عن الميه وايه نوع الميه اللي نشربه، صح، ساقعه، سخنه، فتره. فاحنا بقى عايزين بجد يعني تحط لنا بقى السبوت او الضوء على فكره نوع الميه اللي ممكن نشربه، وفعلا الميه السخنه بتختلف، الميه الساقعه بتحرق اكتر. قولي لنا بقى القصه دي ايه؟ بصي يا عظيمه، هي فعلا الميه اساس كل حاجه حيه. كل خليه من خلايا جسمنا محتاجه ميه. كويس. يمكن اكتر من 60-70% من جسم الانسان عباره عن ميه. فلازم ان احنا نشرب ميه يوميا، سواء ساقعه سواء فتره سواء يعني، بس ما تبقاش سخنه قوي. اكيد. الميه مهمه قوي قوي لكل العمليات الحيويه في الجسم. مهمه لو هتكلم على انقاص الوزن فهي مهمه جدا لكذا حاجه. اول حاجه، لو شربت ميه قبل ما اكل الوجبه بتاعتي وشربت ميه بقدر كبير هتملى معدتي، فاوريدي مش هلاقي حيز ان انا اكل اكتر، هي اوريدي بتملى المعده وبتسد الشهيه. دي حاجه. تاني حاجه، الميه بتظبط لي جدا عمليه الهضم، وبتظبط لي جدا لو حد ممسك، يعني اللي عنده امساك لازم طول الوقت يشرب ميه. فانا سوائل في جسمه وسوائل في جسمه. الامساك برضو لو قعدت فتره عندي امساك مزمن بدخن. الميه بتساعد على ازاله الفضلات والسموم من الجسم. الميه بتساعد على تحريك الدهون. فلو انا ما شربتش ميه بالقدر الكافي، انا بقول على الاقل 2 لتر في اليوم، ده اقل حاجه، 10 تكواب ميه. لو ما شربتش الميه بالقدر الكافي هتتراكم السموم في جسمي والفضلات. الكلى هتتعب. الكلى مهمه جدا لازاله السموم والفضلات. مهم ليها الميه طبعا. النظر هيتعب. مش هلاقي عندي طاقه، لان الطاقه اساسها الميه. سرعه التمثيل الغذائي اساسه الميه. لو هتكلم طبعا كمان الميه بتعمل على تحفيز حرق السعرات الحراريه. فانت عندك الميه اساس كبير لانقاص الوزن. لو هتكلم سخنه ولا ساقعه، في دراسات يعني اثبتت ان الميه الساقعه بتحرق الدهون اكتر، بتحرق السعرات الحراريه اكتر. بس انا برجع اقول مش سخنه فتره، ان نشرب الميه ايا كانت. فتره ساقعه نشربها. وهي اللي بتظبط حراره جسم الانسان كمان. فانت عندك فوائد كتيره جدا 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 للميه. وبرجع اقول الميه اساس كل حاجه حيه، وما ينفعش ان انا في الشتاء انسى الميه يا عظيم. ما ده مهم. احنا فعلا في الشتاء عشان يمكن ما بنعملش مجهود يوصلنا ان احنا نعرق، فنفقد كميه ميه. خلي بالك العرق ده فقد السموم. طبعا، ما هو بيطلع، ما انت لازم تشرب عشان تعرق وتعمل مجهود عشان تطلع تتخلص من اكبر نسبه من السموم، يا اما بالبول يا اما من الفضلات، من التعرق أو من التعرق. ده كله ازاله سموم من الجسم. فلازم اشرب ميه عشان ازيل السموم، اظبط عمليه الهضم، اخس، اظبط حرق الدهون. كل الحاجات دي اساسها الميه. طب هل الناس اللي بتمشي على النظام المائي ممكن يبقى مفيد ليهم، ولا هي اجسام واجسام مثلا؟ بصي، هو لازم، انا بقول موضوع الدايت مفيش حاجه اسمها افضل اليوم كله اشرب ميه. لا، خلي بالك، لو الميه زادت قوي ده مش حلو. الميه زادت مش كويس. انت كده بتقللي لي الصوديوم. انا لو الصوديوم عندي قل هيحصل خفقان في القلب. فانا بقول الميه بتتشرب على الاقل 2-3 لتر في اليوم. فالنظام المائي ان انا من الصبح بالليل اشرب ميه كتير، فانا بقلل الصوديوم كلورايد عندي. فلازم اشرب الميه بالقدر الكافي وباعتدال. ولازم لما امشي على دايت ما فيش حاجه اسمها احرم نفسي من الاكل. في حاجه اسمها اكل اكل صحي، في بروتين، في نشويات بطريقه قليله، في الياف. ومش قادره اكبح شهيتي، بستخدم منتجات مرخصه من وزاره الصحه المصريه بتعمل على سد شهيتي. ده اللي انا اعرفه، وحاجه تبقى امنه وصحيه، وان انا اخس بدون اي اعراض جانبيه يعني.
قبل ما نتكلم عن المنتجات الآمنة الصحية اللي هي كلنا بنبقى مرتاحين نفسيا واحنا بناخدها، بيسألوني في الكنترول بيقولوا لي طب بالنسبة للمشروبات هل ممكن تحل المشروبات الدافية واحنا دلوقتي في الشتاء مثلا الخفيفة زي اليانسون، الشمر، النعناع، الحاجات الخفيفة مش السوائل الثقيلة، تحل محل المية وتعد مني انها دي سوائل في جسمي ولا لا غنى عن المية؟ لا انا شايفه ان لا غنى طبعا عن المية. لا المية حاجة تانية. لا غنى عن المية. مهم المية يا ولاد، حتى لو خدتوا سوائل تانية مشروبات ما بتعدش، هي بتعوض شوية بس مش بديل للمية. ليس ما فيش حاجة في العالم بديل عن المية. طيب ندخل بقى في نتكلم عن المنتجات الآمنة اللي احنا شايفين ان هي ايه، حاجات ما بتلعبش على المخ، حاجات كلنا ممكن ناخدها في الاكل بتاعنا، حاجات ممكن نكون مفتقدينها بس محتاجين داعم كويس يساعد بعض الناس اللي هي ما عندهاش كنترول على كميات الاكل اللي بتاكلها. فقول لنا بقى، هتكلمينا عن ايه المنتج اللي هنتكلم عنه النهارده؟ هنتكلم عن مش منتج واحد، هنتكلم عن كورس كامل اسمه كورس بيستا من انتاج شركه باي ناتشرالز اللي طبعا هي الوكيل الحصري لهذا الكورس. ارقام الشركه ظاهره على الشاشه لطلب المنتجات يعني. تمام. لو هتكلم على اول منتج انا هتكلم على بيستا. طبعا انا شايفه الكورس قدامي كله من بيستا، من ألب مالتي فيت، من الجرين كوفي. طيب لو هتكلم على بيستا ايه فايدته لانقاص الوزن؟ اولا بيستا مرخص من وزاره الصحه المصريه. ثانيا ان بيستا عباره عن الياف، فالالياف بتقدر تاخد حيز كبير في المعده. طبعا بيستا هو اكياس بعصير التفاح، طعمه تفاح اخضر، بيتحط على كوبايه ميه كبيره عشان الميه تمتص الالياف اللي فيه وتنفش وتاخد حيز في المعده. فلما باجي اكل ما باكلش كل الكميه اللي انا باكلها، بلاقي نفسي باكل ربعها وشبعت. من اهم الالياف اللي داخل بيستا اول حاجه هتكلم عن رده الشوفان. الشوفان مهم جدا طبعا جدا لانقاص الوزن، وخلي بالك الشوفان خداع. الناس تقول لك انا باخده بخس وانا باخده بتخن. ليه؟ لان الناس الكميات هنا مهمه، الكميات والحاجات اللي بخلطها بالشوفان ايه. ما ينفعش ان انا اخلط على الشوفان موس كتير قوي، مكسرات كتير. المكسرات طبعا صحيه جدا او فواكه مجففه زي مشمشيه والقراصه. لا الفواكه المجففه دي سكر يعني، والزبيب والحاجات دي والفواكه المجففه دي عباره عن سكر. لا الفواكه لما اجي اخدها بتبقى الفواكه الفريش الطبيعيه بالظبط. فما ينفعش ان انا اخلط الشوفان بالحاجات دي كلها واقول ان انا هخس. لا لكن الشوفان اللي موجود داخل بيستا مش مخلوط بالكلام ده. عندي كمان داخل بيستا ردة القمح. ردة القمح مهمة جدا لعملية الهضم، وردة القمح بتاخد فترة طويلة انها تتهضم كويس، فبقعد فترة أنا مش حاسة إن أنا جعانة. ردة القمح، الشوفان، وقشور السيليوم. طيب إيه اللي داخل كمان منتج بيستا اللي بيقدر يساعد على إنقاص الوزن؟ ممكن أقول الكروميوم. كويس. الكروميوم. الكروميوم مهم جدا لأنه بيساعد على حرق الدهون. كويس. بيساعد على تظبيط معدل السكر في الدم. فدي حاجة مهمة قوي. يعني الكروميوم ده لو الناس عندها مشاكل في الغدة تقدر انتوا داعمينه بحاجه تساعدهم، بالذات الناس اللي عندها مشاكل في الغده مثلا في الحرق. المكملات الغذائيه هي فقط عامل مساعد وليس علاج. وبرجع اقول مفيش حاجه عامل اسمها مساعد. ما احنا بنقول عامل فيتامين او مكملات غذائيه لا غنى عن الدكاتره وقت الامراض، لا غنى عن روشته الدكتور، دي رقم واحد. اكيد مريض الغده بياخد علاج الغده، بس احنا بنقول بقى بالنسبه للكورس بتاعنا هو في داعم ليهم، ما بيتعارضش بس بيساعد. ومريض السكر لا يتعارض. حلو. لان هو بيظبط لي مستوى السكر في الدم وبيظبط مستوى الكوليسترول في الدم. هايل. عندي كمان داخل منتج بيستا او ساشيت بيستا فيتامين سي. ففيتامين سي مهم جدا لعمليه حرق الدهون. كلمينا عنه بقى شويه. فيتامين سي فوائده بقى يا دينا عموما، مش بس عشان التخسيس. فيتامين سي يعني انا بتكلم على مناعه رقم 1، بتكلم على مضاد اكسده رقم 2، بتكلم على نضاره البشره رقم 3، بتكلم على اعاده امتصاص الحديد، فبحاول ان انا اقي نفسي من الانيميا. كويس. ده رقم 4. بتكلم على انتاج او تعزيز انتاج الكولاجين اللي بينقص معانا كلنا بعد سن 25. هو ده فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا. هيقولي ايه الاكلات اللي موجوده؟ طبعا احنا الحاجات السيترس، الليمون، البرتقال، الطماطم، الجوافه، الكيوي، كل الحاجات دي. بس احنا بيبقى صعب ان احنا كل يوم نعرف ناخد فيتامين سي من الاكل، فلازم اعوضه ببيستا وألب مالتي فيت اللي داخله فيتامين سي.
طيب بالنسبه بقى لو هنتكلم على باقي الكورس، احنا حاطين مع باقي الكورس هنا مالتي فيتامين. كلمينا بقى عنه، واحنا ليه ضروري ناخد المالتي فيتامين اللي هو مع اي، سواء احنا في الحياه عموما من غير ما نخس او عايزين نخس. المالتي فيتامين زي الب مالتي فيت انا بعتبره من احسن وافضل المكملات الغذائيه، لانه داخله 13 فيتامين ومعدن. كويس. المهم وانا بخس اخد مالتي فيتامين، لان لما باخد بيستا انا بقلل جدا الاكل بتاعي، فاوريدي بقلل الفيتامينات والمعادن، فلازم اعوض والاقي بديل من الفيتامينات والمعادن. فبقول على طول ان الب مالتي فيت البديل الرائع. ليه الب مالتي فيت؟ لان الب مالتي فيت داخله فيتامين سي، داخله فيتامين اي، مضاد اكسده. من اهم الفيتامينات اللي موجوده داخل الب مالتي فيت عائله فيتامين ب المركبه كلها يا عظيم، جميعها. دي ممتازه طبعا، لان في ناس ما بتحبش الحقن الحقيقه، وبتبقى نفسها تاخد عن طريق التابلتس او الاقراص حاجه فيها كل مجموعه فيتامين بي. بالظبط. وبصراحه هو الحقيقه تفوق على نفسه في الجزئيه دي. بالظبط. وعايزه اقول ان فيتامين بي مهم قوي لدعم التمثيل الغذائي. كويس. فما دام بقول تمثيل غذائي يعني انا بقول حرق عالي. وداخل الب مالتي فيت طبعا الكالسيوم، وما بخافش من نسبه الكالسيوم، لان نسبه الكالسيوم اللي فيه مش كبيره تخوفني ان انا امشي على الب مالتي فيت فتره طويله. وداخله اكيد الزنك، واحنا عارفين الزنك مهم لكل العمليات الحيويه والجسم، مهم للمعده، حمض المعده بيحب الزنك جدا يا عظيم. وطول الوقت اقول لازم اهتم بجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي فيه مشكله يبقى مناعتي بايظه، يبقى على طول بقول المعده اساس كل حاجه. فلازم اهتم بجهاز الهضمي. الزنك مهم جدا للجهاز الهضمي، ومهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، ومهم لصحه شعري وبشرتي. كويس جدا. طيب كلمينا بقى انه فكره ان الشخص يخس ويخس بشكل طبيعي. انا دلوقتي هاخد بيستا، قولي لنا بقى نمشي يومنا ازاي، يعني ناخده امتى ونعمل ايه يعني قولي لنا كده اللي هيبدا مع بيستا. طبعا عارفه ان في فريق طبي وهنتكلم عن الجزئيه دي، بس لما نخلص ان احنا ناخده قبل الاكل مثلا بقد ايه الحاجات دي. هو بيستا بيتاخد قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه. الب مالتي فيت بيتاخد بعد الفطار او بعد الغداء بساعه. لكن كل حاله يا عظيمه غير الثانيه، كل كيس غير الثانيه، فالفريق الطبي هو اللي بيقدر يتابع الحاله، لان ممكن ست غير راجل. الاوفر ويت قد ايه؟ يعني لو انا اوفر ويت ب 30 40 كيلو هاخد كورس غير الاوفر ويت ب 5 6 كيلو. تمام. فيقدروا يتكلموا عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه ويعرفوا الكورس المناسب لكل حاله. احنا معانا دلوقتي اهو حالات ما شاء الله جايبينها لنا بعد وقبل. على الرغم لسه بقول لك، كنت بحكي معاكي بقول لك ان في الحاله تشوفيها قبل تحسي انها مش مليانه، اول ما تشوفيها بعد تحسي ان كان فعلا هو في زياده طبعًا في وزنه. طبعا صح كده. وبصي دلوقتي كمان السمنه يا عظيمه ما بقتش مقتصره، كنا بنقول كبار السن عشان ما بيتحركوش، لا بقت شباب واطفال. في العملاء شباب. فطبعا القبل والبعد لا فرق شاسع. وشركه بايو ناتشرال على الحقيقه عملت نجاح كبير. طبعا هنا الصوره واضحه باينه جدا جدا. بتعرف بقى البنت تلبس، تعرف يبقى عندها ثقه بنفسها، وتعرف ان هي تعيش بصحه. ممكن الشباب الصغير بيبقى اوفر ويت بس لسه ما بقاش عرضه لامراض مزمنه، لكن لو سبت نفسي بالتخن ده كله بعد فتره ممكن اتعرض لضغط وسكر ومشاكل في العظم ومشاكل كتيره جدا. فلازم نعرف ان السمنه مش بس كمان الشكل الجمالي، لا الصحه اهم من الشكل اعتقد بالنسبه لي كمان. اكيد طبعا. طيب خلينا ناخد حاله اسراء ونشوف تجربتها مع بيستا، ونرجع مع حضرتك نستكمل مع دكتور دينا سؤالين مهمين قوي. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنه، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما اخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر اتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكلة، ضربات قلبي كانت سريعة، ما كنتش بعرف اتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من اي اكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة. احساسي بعد ما خسيت احساس جميل جدا، بعرف البس براحتي وبعرف اكل اللي انا عايزاه واتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. انصح اي حد جسمه مليان ان هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا.
ورجعنا لحضراتكم مره تانية. دلوقتي دندونه بيقول لي في الكنترول ايه؟ طيب دلوقتي في شباب معانا في الكنترول بيقول لك احنا بنشرب المواد اللي هي المشروبات الغازيه او الشاي او الكافيين، القهوه، الحاجات دي بكتر. ناس بتسهر وعلى حسب طبيعه شغل كل واحد فيهم. يقول له ايه؟ ما تاخدش الحاجات دي وانت بتعمل دايت او مع الكورس بتاع الدايت. هل ده فعلا ضروري مهم؟ بصي يا عظيمة، بيتعارض معاه؟ لو هتكلم على الكافيين بشكل عام، الكافيين بيساعد على الحرق، لكن كثرته يعني ما ينفعش ان انا اقول ان الجرين كوفي او الجرين تي او القهوه او النسكافيه اخده بالخمس ست مرات واقول ده هيخسسني. فهمت. ده بيدخلني في حاجه اسمها كافيين توكسيستي. ان لو كافيين زياده، ما فيش حاجه اسمها اخد خمس ست اكواب قهوه في اليوم واقول ان ده انا مش هتكلم عن نفسي يا جماعه. والله يا عظيمه فكرتيني. انا قبل ما ادخل معاكي شربت القهوه وكنت الصبح شاربه نسكافيه، فالموضوع ده مأزمني. لان ده بيوتر، بيخلي الواحد نيرفز مع الوقت. بالزبط. تخيلي. وبعد فتره لو فضل الواحد ماشي على ده هيخش في كافيين توكسيستي. او الولاد هيسيبوا البيت ويمشوا، لان انا تقريبا بيحصل لي حاله النيرفز دي بعد ما برجع. الطاقه برضو الناس اللي بتاخدها عمال على بطال. بلاش يا شباب لو سمحتوا، بلاش نقنن الموضوع ده. بالاعتدال بس هو ده الصح. لكن طبعا الجرين كوفي زي ما هي مع الكورس لما بيتاخد منه واحده في اليوم اوكي حلو. يعني انت عاملين دلوقتي القهوه الخضراء مع الكورس بتاعنا؟ مع الكورس ده بيزود عمليه الحرق. كويس قوي. بالظبط بالظبط. بس ما يتاخدش عمال على بطال، ده اللي قصدي عليه. طب احنا نشرب القهوه الجرين كوفي دي امتى مع الكورس؟ بتبقى بقى على حسب الحالات برضه، على حسب مره او اتنين؟ لا، هو بيبقى بعد الاكل ما فيش مشكله. هو الفريق الطبي هو اللي بيقول واحده او كويس. اتنين. كلمينا بقى عن فكره الفريق الطبي انه بيتابع الحالات وكده. بصي يا عظيمه، الحقيقه شركه باي ناتشرال عامله فريق طبي كامل لمتابعه الحالات كل اسبوع بالمجان، ودي حاجه كويسه جدا. طب الحمد لله. وبرجع اقول كل بني ادم غير التاني. ايوه. وكل طبيعه الجسم بتحرق بسرعه، في طبيعه جسم ما بتحرقش بسرعه. بالظبط. اوكي. ازاي اقدر احصل على الكورس، او ازاي اقدر اتواصل مع شركه باي ناتشرال، او ازاي اقدر اتواصل مع الفريق الطبي من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه او صفحه الفيسبوك اللي هي بايو بيستا. طيب هنسال سؤال اخير بالنسبه للاعمار. من بدايه عمر قد ايه ممكن نتعامل مع بيستا؟ من بدايه 13 سنه، ما عنديش سن البلوغ يعني. من سن البلوغ ما فيش اي مشكله، لغايه كبار السن واصحاب الامراض المزمنه ما فيش اي مشكله ان هم يتعاملوا. ناخد بقى قبل الفطار يا دينا؟ ولا الفطار بنفطر وناخده ونقفل معانا بقى لحد فتره الغداء؟ لو حد بيصحى من النوم بيفطر بقى حاجات كتير قوي فطبعا بنصح كمان ياخده قبل الفطار وقبل الغداء. لو حد بياخد فطار صحي، بيضايه مسلوقه خفيفه خاص بتاع، مش محتاج ان هو ياخده. تمام. فهو كل واحد بيقول في الفريق الطبي هو بياكل ايه، بيصحى بياكل ايه قبل ما حياته كمان عامله وخلي بالك احنا في الشتاء بالليل بيجوعنا يا عظيمه. فاللي بيجوع قوي بالليل لازم اسد شهيته، لازم اسد شهيته. بس دينا لازم اسد شهيته، مش عايزاه يتكلم خالص. نسد الشهيه المهم والله. اصل الموضوع بالليل وطول الوقت احنا قاعدين، احنا في الشتاء بيبقى عندنا بيات شتوي، صح، ما بنتحركش كويس عشان جسمنا محتاج طاقه، فالواحد بيحس انه بردان. بالظبط. فانا قاعده في البيت بعمل ايه؟ بفتح الثلاجه اسخن بقى الغداء، شويه شوربه، اكل لي بطاطايه مشويه، ايوه، اعمل شعريه باللبن. طيب دي كلها حاجات، كل الحاجات دي وبعدين انام. بس احنا مع بيستا مفيش حرمان، احنا بنقنن نسبه الاكل بتدخل، صح كده؟ بالظبط. اكيد انا ما بقولش الناس ما تاكلش، لكن ناكل باعتدال. اكيد لازم اقلل السكريات اللي باكلها كويس، عشان برضو يعني ما ينفعش ان انا افضل من الصبح بالليل اكل في حلويات. يعني في ناس تقول لك ايه، انا ما اكلتش حاجه طول اليوم بس اكلت حلويات. الحلويات دي برضو مشكله، عايزين نقول لهم بقى ان الفكره دي برضو خاطئه يا دين. طبعا حلويات كتير، يعني انا بزود مقاومه الانسولين، يعني قصص كبيره جدا احنا في غنى عنها. ناخد الحلويات بس مش لازم مثلا طبق البسبوسه اخلصه، ما اخد حته قد كده ويبقى انا كده حاجه تديني بس الاحساس بالظبط بالسكريات. وعلى طول بقول الامهات ياخدوا بالهم من عيالهم، كميه الحلويات اللي بياخدوها كتير، مش اي حاجه كده. لا لازم، ما فيش حاجه اسمها ما بقدرش اقوله لا، لازم تقولي لا عشان لما يكبر او تكبر ببنيان قوي، بتمثيل غذائي عالي، هو عشان ما يجيش في سن البلوغ يضرب. بالظبط. لانه اللي انا يعني عرفته ان الطفل بيفضل يخزن وانت مش شايفاه،
وفجاه تلاقيه ضرب. بالظبط بالظبط. وده بيحصل مع حالات كتير كتير جدا يا رزان. فبيبقى الاساس من التغذيه من صح. البدايه. صح. طب دي حاجه حلوه. نحصل على الكورس طبعا بيوصل لكل المحافظات. كلمينا عن احنا الجزئية دي. عندنا مندوبين في كل محافظات مصر. مم. هنقدر نتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه او عن طريق صفحه بايوبيستا على الفيسبوك. طيب هي نصيحه بقى سريعه للي عايزين يشربوا مشروبات ساخنه زينا كده بس مش تقيله. لا، ممكن في ناخد مشروبات حاجه غير كويسة. الجرين كوفي او الشاي الاخضر. الشاي الاخضر رائع. طيب حلو. بس بعد ما يبقاش الغداء برضو 5 يفضل 6 بعد الغداء مره. بعد الغداء حلو جدا. الشاي الساعه الاخضر 5 كده. انتي اوكسيدنت من الدرجه الاولى. هايل. طيب حلو جدا. بس مش هات شوكليت بقى. لا يعني ماشي. ما نقولش هات شوكليت وبنقول ان احنا بنخس، لان بشوف في الشتاء كتير هات شوكليتس. لا. يعني الشاي الاخضر حلو. القرفه حلوه بس ما يبقاش الحلبه يا جماعه. الحلبه الحصى. احنا ممكن بقى نتكلم على الحلبه دي في حلقه. لا، الحلبه دي اللي يعرف فوائدها. ما تحرقيهاش عشان نتكلم عنها في موضوع تاني. يلا حبيبتي. حبيبتي يا دينا، سعيده بوجودك معايا. اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. نورتيني وشرفتيني حبيبتي. وبشكر حضراتكم طبعا يعني مشاهدينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. بحبكم جدا وتحيه وحب وتقدير لحضراتكم. واسمحوا لنا من هنا لحلقه جديده نتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده والسلام عليكم.